السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا وحبايبنا، يا رب تكونوا بخير وبألف خير. اللهم ارحم موتانا واشفي يا رب مرضانا، اللهم آمين. في سنة 1992 اجتمع وحيد حامد وشريف عرفة، الكاتب وحيد حامد والمخرج شريف عرفة. لما حضراتكم يتذكر اسم الاثنين دول، وحيد حامد وشريف عرفة، إذن نحن أمام عمل مهم، عمل سينمائي مهم، فيه رسائل وفيه شيء يستحق المتابعة ويستحق الذكر. كان موعدنا في سنة 1992 مع فيلم الإرهاب والكباب، بطولة عادل إمام ويسرى ومجموعة كبيرة من الفنانين، كمال الشناوي وأحمد راتب وأشرف عبد الباقي. فيلم الأستاذ أحمد الموظف، اللي بتبدأ قصة الفيلم بأن هو يحاول نقل أولاده من مدرسة بعيدة لمدرسة قريبة في ميدان التحرير، وأثناء رحلته لنقل أولاده بيبحث عن الموظف فترات كبيرة دون الحصول أو قضاء ما هو يريد قضاؤه من نقل أولاده لمدرسة بعيدة لمدرسة قريبة. صعوبة البحث عن الموظف بتوصل إلى حالة استفزازية، ويتصاعد الصراع، وفجأة كده يتم استدعاء الأمن ليه، وفجأة يجد في يده سلاح، ليتطور الموقف إن هناك عملية في مجمع التحرير. اللي لفت انتباه حضراتكم في الفيلم ده مشهد للفنان أحمد راتب. لما ظهر فجأة، أحمد راتب كان بيقوم بدور ماسح أحذية في المجمع، وأثناء حصول عادل إمام وتورطه في اللي حصل بيظهر أحمد راتب فجأة وبيقول العبارة الشهيرة: وحد الله في قلبك وخلي قلبك أبيض، إذا كنت طهقان إيراد فأنا طهقان 24. كلمة طهقان عندنا في الصعيد، اللي كان بيمثل شخصية أحمد راتب، يعني قرفان وزهقان وتعبان، وإني بيحس إن مفيش عدالة في المجتمع. عبارة أحمد راتب اللي بيقولها لعادل إمام: وحد الله وخلي قلبك أبيض، هتكمل لوحدك ولا محتاج حد معاك؟ إذا كنت طهقان إيراد فأنا طهقان 24. ده حال مصر دلوقتي وشعب مصر. الشعب المصري كله طهقان وكله زهقان من الضغوط الاقتصادية، من الحالة اللي وصل لها، من غياب العقل والمنطق وغياب حتى الحكمة. نحن نعيش أسوأ أيام حياتنا. النهاردة الأسر بتصرخ ومحدش سامع صوتها. النهاردة غلاء الأسعار طحن المواطن. غلاء الأسعار أثقل كاهل الأسرة. أصبحنا شبه بني آدمين، أصبحنا عايشين ومش عايشين، ولا حتى عارفين إذا كنا عايشين. أصبح مستقبلنا بلا ملامح، أصبحت حياتنا صعبة. وبنعيد الذكر جملة أحمد راتب في فيلم الإرهاب والكباب: الشعب المصري حاليا طهقان 24. وفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.